شاء الله ده الفيديو التاني معانا. اول فيديو طبعا كنا اتكلمنا على الكرييت داتابيز وازاي بعمل كرييت بالكوماندز بتاعتها، واتكلمنا عن الدروب بتاع الداتابيز اللي انا ازاي اشيل الداتابيز او امسحها. تمام. وان شاء الله الفيديو دوت هنتكلم على التيبل اللي هو الانتيتي بتاعنا، وهنتكلم عن السنتكس بتاعت الكرييتنج بتاعه وازاي بقى اعمل ديليت و او بعمل دروب للتيبل. تمام. اول حاجه عندنا بيقول لنا what is a table. A table represents a specific entity such as a student, employee or product. هتقول لي واحده واحده، انا ما اعرفش اصلا يعني ايه entity. اقول لك ببساطه الانتيتي دي، تعالى نتخيل ان احنا عندنا مثلا مدرسه، انت مطلوب منك كديفلوبر ان انت تعمل داتابيز لمدرسه. الداتابيز بتاعت المدرسه دي هتسميها سكول وليكن يعني. فانت بعد ما سميتها سكول المفروض الداتابيز دي يكون جواها ايه؟ طبعا حاجه زي سكول هيكون جواها ستودنت، تيتشرز، كلاسز، رومز كده. تمام. اي حاجه من اللي انا لسه قايلها دلوقتي سواء تيتشر، ستودنت، كلاسز، روم، اي حاجه من ديت هي بنسميها انتيتي. انتيتي الحاجه اللي بتعرف الداتابيز دي، او مثلا التيبلز اللي هتبقى موجوده في الداتابيز دي. تمام. نفس الكلام لو عندك كومباني بتعمل مثلا اوت البرودكت، مثلا بتطلع برودكت. تمام. فانت هنا ايه اللي هيبقى عندك انتيتي؟ هيبقى عندك الامبلوي والبرودكت، هم دول هيبقوا انتيتي مثلا، والماشينز مثلا انتيتي. تمام. بيقول لك each table consists of columns و row. The columns define the structure by specifying the name and data type of the data. طب يعني ايه اصلا؟ وطب تعال نكمل كده. الرو contains the actual record for the entity. يعني ايه؟ بص تعال نبص كده على المثال ده. بيقول لك الكولمز هو بيعمل سبيسيفاي للنيم والداتا تايب. تمام. انا عندي نتخيل مثلا ان ده التيبل بتاعنا. التيبل بيتكون من 4 كولم. ال4 كولم دي المفروض هم دول اللي هيبقوا ماسكين الانتيتي بتاعي، هم دول الخواص اللي منها هبدأ اعرف الانتيتي ده يبقى مين. ايه الخواص دي؟ مثلا تعالى بص هنا كده، يقول لك مثلا في اي دي وفي نيم وفي ايج وفي كورس. تمام. انا بالنسبه لي دول الخواص اللي انا هم دول كده ثابتين بالنسبه لي. ايه اللي على العدد بتاعه هيتغير؟ الروز كل لما يجي لي مثلا، وليكن هنا مثلا طالب جديد او واحد بيتقدم جديد للكورسات ديت، هبدا اضيفه تحت، فالروز دي هتبدا تزيد. يبقى كل رو المفروض ان هو بيصف الانتيتي، كل رو بيصف الانتيتي. تمام. يبقى كده الاي دي. طب مين الاي دي بتاعه مثلا واحد؟ مين مثلا اللي اسمه مثلا مينال؟ مين اللي الايدج بتاعه 22؟ مين اللي واخد كورس كمبيوتر ساينس؟ ده كل ده عمال اوصف اوصف اوصف، ده كده انتيتي. تمام. وده اللي بيوصف الانتيتي. بالنسبة each column must have unique name. طبعا لازم، ما ينفعش اسمي نيم للكولوم اي دي مثلا واسمي النيم مثلا او احط جنبيه كولوم تاني اسمه اي دي من نفس التيبل برضو، طبعا ما ينفعش. ويقول لك ان each column must have a defined data type. يعني المفروض هنا انا في الاي دي مثلا، طبعا data type هنتكلم عنها الفيديو الجاي ان شاء الله، بس يعني نبذة بسيطة عنها. انا هنا مثلا في الاي دي انا قايل ان هنا مثلا احنا عايزين دي نيوميريكال، فممكن نقول ان دي تبقى انتجر. الاي دي مثلا دوت هنخليه انتجر. النيم مثلا دي هنخليه سترينج، مثلا السترينج عندنا هنا ممكن نقول اللي هو ان فارد شار. الايدج برضه هيبقى انتجر. الكورس مثلا برضه هيبقى سترينج اللي هو ان فارد شار. تمام. كل خانه من دول لما باجي اعرفها ببقى حاطط لها داتا تايب معين ما تقبلش غيره. يعني ما ينفعش ابقى عامل الاي دي ده مثلا بانتجر وتروح انت مدخل لي فيه مثلا سترينج، مش هيقبل منك الكلام ده. نخش على السنتكس اوف كرييتنج تيبل. اول حاجه بتكتب كلمه كرييت، وقلنا ان الداتابيز او السيكوال هي مش كيس سنسيتيف، فبتكتب كرييت سواء كابيتال سمول بيتقبل منك. فهنقول كرييت تيبل وبعد كده نكتب التيبل نيم. تمام. بعد كده نفتح تو براكتس، ما بينهم بنكتب الكولم، اسم الكولم الاول، اسم الكولم مثلا اللي احنا هنعمله. تعال نتكلم هنا مثلا، تبقى هنا مثلا كلمه اي دي. تمام. الداتا تايب مثلا انتجر. تمام. السايز ده يعني ساعات بنحتاجه وساعات لا، يعني في الانتجر مش شرط نكتب سايز. تمام. في الان var char مثلا او التشار او السترينج وكده بنكتب احنا عايزين السايز بتاع الكلمه دي يكون قد ايه. فهنا كولوم 1 الداتا تايب جنبيه، كولوم 2 الداتا تايب جنبيه، وهكذا لحد كولوم ان الداتا تايب برضو تكون جنبيه. تعال ناخد اكزامبل على كرييتنج تيبل. السنتكس بتاعي بيبقى عامل ازاي اهو على مثال حقيقي. كرييت تيبل، اسم التيبل بتاعي كاستمر، ادي الكولم كاستمر اي دي. بيقبل البيانات اللي تدخل له تكون ايه، تكون انت اللي هي اختصار لانتجر. نسيبنا من البرايمري كي واي حاجه تانية من غير زي يعني برايمري كي مالناش دعوه بيها. فاريت شار فاريت شار فاريت شار تشيك انت.
تشيك انت برضو الكلام ده احنا مالناش دعوه بيه خالص. تمام. كل اللي لينا دعوه بيه لحد يعني يعتبر كاستمر اي دي، انت مثلا كاستمر نيم ما اعرفش ايه الانواع، بس يعني كل ده احنا هناخده لسه الفيديو الجاي. فهو بيقول لك كاستمر اي دي نوع انتجر. تمام. بيقول لك كاستمر نيم هيتقبل فارتشار يعني ليه لحد 50 حرف مثلا. لاست نيم برضو تبقى فارتشار 50، السايز بتاعه هيبقى 50. كونتري الفارتشار برضو 50، الايدج هيبقى انتجر. تمام. الفون هيبقى انتجر، السايز بتاعه 10. زي ما قلنا ممكن يتكتب جنبيه سايز. آه بيقول لك انت بعد ما خلاص رنيت الكوماندز ديت، هيطلع لك before insert data. انت خلاص رنيت كده ولسه ما دخلتش داتا، هيطلع لك اهو كاستمر تيبل، كاستمر اي دي، الكولوم الاولاني كاستمر اي دي، التاني كاستمر نيم، لاست نيم، كونتري، ايدج، فون. بس هيطلع لك فاضي، فهتضطر ان انت بقى بعد كده تبدا تعمل تدخل بيانات او داتا. في الاخر مثلا بعد ما دخلت البيانات هيطلع لك مثلا كاستمر اي دي اهوت، مثلا دخلت انت خمسة اي دي وخمسة نيم وخمسة لاست نيم كونتري ايدج والفون. مثلا كاستمر اي دي اهوت، مثلا بيقول لك التلاتة نافين، مش عارف تولاسي، مش عارف ايه الكونتري، الايدج 24 وهكذا. ده كده كان التيبل وازاي بنكريته وازاي هيطلع لنا ان شاء الله لما نروح نطبق العملي. في السنتكس بتاع الدروب تيبل بيتعمل ازاي، سهل جدا. تكتب دروب تيبل والتيبل نيم بتاعك. بس كده نكون خلصنا. يعني كده نكون خلصنا الجزء النظري. ان شاء الله نخش على الجزء العملي دلوقتي. الجزء العملي ان شاء الله هنكري الداتابيز وهنكري التيبل وهنحط برضو كولومز كده جواه. ويلا ان شاء الله نبدأ مع بعض. خدنا الجزء اللي فات، خدنا الفيديو اللي فات ازاي نكريت التيبل. نكتب كرييت تيبل، كرييت كده ازاي نكريت الداتابيز، عفوا داتابيز. هنسميها مثلا، ممكن نسمي داتابيز اي حاجة. ممكن نسميها مثلا مثلا ايه كومباني مثلا. كومباني احنا عندنا داتابيز اسمها كومباني. ممكن نسميها مثلا نسميها ايه مثلا، نسميها سكول مثلا، سكول 3 مثلا، عشان عندنا كذا سكول. ونعمل كده ندوس F5 يقول لك commands complete successfully عشان نشوف. هنيجي على الداتابيز ندوس كليك يمين، بعد كده ريفرش، هتلاقي فين سكول 3 ظهرت هنا اهي. تمام. عايز اكري التيبل، قلنا السنتكس بتاعنا بنعمل ايه، بنكتب create table. table name بتاعنا مثلا هيكون مثلا student. تمام. student. وبعد كده بنفتح تو brackets، جواهم بنبدأ نملى الكولمز بتاعتنا. أول حاجة عندنا طبعا هيبقى فيه student ID. تمام. وده هنديله integer كنوع ليه يعني. وبعد كده عندنا اللهم صل على النبي، عندنا student name. student name ماشي. وده هيكون var char مثلا، var char ليه، حط هنا مثلا 50. تمام. بنفصل ما بين كل سطر او كل كومنتس جوه التيبل، كل بين كل كولوم وكولوم بفصل عادية. لا بعد كده عندنا ال student مثلا age، وده برضه هياخد integer. بعد كده student مثلا phone، وده هياخد مثلا var char 12 او 11 مثلا. تمام. ده كده عندنا هيكون مثلا التيبل بتاعنا. تمام. هو تيبل مبدئي جدا يعني. بس ممكن حد يقول لي ليه الستودنت فون انت عامله مثلا فوريت شار، ليه مش عامله انتجر؟ غالبا الحاجات اللي ما بيحصلش عليها عمليات حسابيه بنكون نخليها فوريت شار احسن، اللي هي تتكتب كسترينج احسن يعني. تمام. طبعا عشان نعمل بقى اكسكيوت نسلكت كده على الستودنت ده. بس فينا بقى غلطه في ناس كتير قوي بتقع فيها، وانا كنت بقع فيها دلوقتي اهي، ان احنا دلوقتي واقفين على الداتابيز الماستر. يعني احنا ما غيرناش الداتابيز بتاعتنا. يعني انا لو عملت كده كرييت دلوقتي كده هيروح يعني فاهم، مش هعمله في سكول 3 اللي انا عاملها، لا انا هعمله في حته تانية. فعشان ابدا اعمل تيبل او ابدا اتعامل مع الداتابيز اللي انا عاملها لازم اكتب كوماندز بيقول يوز مثلا. ممكن هنا على فكرة من هنا كده اروح منزل واروح عامل مثلا يوز سكول 3 اهي وادوس عليها وهيتعمل. برضه عشان كمان تقول مثلا يوز سكول 3 مثلا كده واروح عامل اكسكيوت.
تمام، هلاقيها اتغيرت هنا لسكول 3. كده انا اي تعامل او اي كرييت اي دروب اي حاجه هعملها هتتعمل جوه الداتابيس دي. انما لو كنت فضلت واقف مع الماستر كان ممكن يجيب لي ايرور اصلا. طبعا استخدمتها خلاص، وبعد كده راح اعمل هنا كده كرييت في 5. قال لي كوماند كومبليت سكسسفولي. سكول 3 اهي التيبلز اللي عندنا جواها. يا ترى التيبل اتعمل ولا نحتاج نعمل ريفريش؟ التيبل فعلا اتعمل اهو. تمام، لو دوسنا كده كليك يمين عليه وقلنا edit top مثلا 200 رو، المفروض هيفتح لنا دلوقتي ويندو تانية او تاب تانية. نبدأ نعرف ان احنا ندخل البيانات. طبعا عشان احنا لسه مخدناش الداتا manipulating language، مش هنعرف نعمل insert غير مانيوال دلوقتي اللي هو بايدينا كده. اهو فتح لي ويندو تانية لل بتاع التيبل بتاعنا. الستودنت اي دي بيطلبوا مني. خلينا فاكرين بس ان احنا كنا عاملين الستودنت اي دي ده ايه، بيقبل انتجر بس. تعالى ندخله كده حروف. تمام، ونخش على الخانه. بس يقول لك ايه invalid cell row 1 column 1. تمام، بيقول لك ايه بقى wasn't recognized as valid data type integer. تمام، integer 32، يبقى انا لازم ادخل integer هنا. نقول student اي دي مثلا واحد، النيم الاولاني مثلا محمد، الستودنت ايجي مثلا 15 مثلا، الستودنت فين الفون برضو 012، اي حاجة كده. وننزل كده ندوس انتر نشوف هيتعمل معانا ولا لأ. فعلا اتعمل اهوت وقبل الفاليو اللي انا كنت حاطه. تمام، ده كده طريقة مانيوال بس ازاي عشان نتست بس التيبل اللي احنا عملناه يقبل داتا ولا لأ. وفعلا قبل داتا الحمد لله، الدنيا سليمة. طبعا انا بعد كل دوت قلنا السنتكس بتاع اللي انا عايز امسح التيبل ده. نعمل دروب، تمام، تيبل، وبعديه التيبل نيم اللي هو اسمه ستودنت. ونفتكر برضو اللي احنا واقفين على سكول 3 عشان نضمن ان ده هيتنفذ على الداتابيس ديت. نعمل اكسكيوت، يقول لك كوماندز كومبليت سكسسفولي. بعد ما عملنا اكسكيوت للدروب تيبل ستودنت. طبعا هنيجي هنا عند التيبل ونفتح كده هنلاقي ما فيهاش فيه تيبل اسمه student. تمام، احنا كده المفروض نقفل دي ملهاش لازمه. كده يبقى طبقنا على الدرس التاني عندنا في البلاي ليست ازاي نعمل create لتيبل وازاي نعمل دروب لتيبل. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.